اذا السلام عليكم. هنايا حندير جينواز. درت هنايا 7 حبات تاع البيض تاعي صغير. ديروا 6 حبات تاع البيض، وكل يوم نعطيكم قاعده لكل حبه بيض 32 غرام تاع السكر و32 غرام تاع الفرينه. هنا راني دايره 7 حبات تاع البيض، درت لهم 220 تاع السكر، ونبدا نطلع فيهم حتى وين يبيض الخليط. بسم الله. اذا هنايا نحبس الخليط. شوفوا كيفاش راهو ثقيل. هكا نسحق الخليط ديالي، هكا تجيكم لا جينواز تاعكم رائعه. مع بعض النصائح اللي راح نمدهم لكم في الطياب ان شاء الله. انا نجيب الفرينه تاعي باش نكمل لا جينواز ديالي. نحي هادوما. هنايا نوزن الفرينه. هنايا راح نوزن 222 غرام تاع الفرينه. هنا راني وزنت الفرينه، وهنايا عندي المول تاعي دهنته بالزبده ورشيته برشه تاع فرينه. هنايا باش ما تلصق لكم ندير له بابي كويسون باش نضمن بلي ما تلصقليش الجينواز تاعي. هاي ليك. اذا هنايا ونحكم الفرينه ديالي، نقسمها على 2 ونحطها فوق الخليط تاع البيض والسكر اللي كنت طلعته من قبل. حطوا هذيك الفرينه على 2 خطرات هكذا باش ما تحبط لكمش هذاك الخليط اللي طلعتوه. هاي ليك. ماذا بكم هذيك الفرينه تجوزوها بالصفايه، ومن بعد تجيبوا هاد الاداه اللي هاد المغرف اللي نقلوا بها البطاطا جينيرالمون. تبداو تقلبوا في الخليط ديالكم هكا من الفوق للتحت من الفوق للتحت هكذا باش ما يطيح لكمش هذاك البيض اللي كنا طلعناه من قبل. اذا هذه ثاني سبب من اسباب نجاح لا جينواز تاعكم. ولازم تخبطوا هكا ولا تدوروا غير بالعقل هكذا باش ما تكسروش هذاك البيض تاعكم اللي كنا طلعناه من قبل. ومن بعد نحط كامل الخليط ديالي في البلا اللي يدخل الفرن. انا هاد المره راح ندير لا جينواز تاعي مدوره كما شفتوا من قبل. وانتوما البلا اللي تكونوا حابين ديروا فيه تحبوا قلب كاري كما حبيتوا. كما كنتم تشوفوا الجينواز تاعي ما فيهاش خميره وتطلع لي ما شاء الله. هنا برك عمرت البلا تاعي هنا تعمروه تخواكا. وثاني بالنسبه للفور، انا الفور نخليه بارد، ندخل لا جينواز تاعي من بعد نشعل الفور تاعي على 200 درجه، نخليها حوالي 40 دقيقه. في البلا اللي شويه كبير، في البلا هذا حوالي 30 دقيقه فقط. طيب لي لا جينواز تاعي بلا ما نشعل لها الفوق، نشعلها غير لتحت وتحيات حمار اوتوماتيكمون من الفوق. اذا نطيبها ونعاود نوريها لكم واجده ان شاء الله. اذا هنايا هاي لك لا جينواز تاعي بعد ما طابت كما راكم تشوفوا فيها. اذا هاي لك هنايا نقلبها امامكم. هاي لك شوفوا الله يبارك كيفاش طيب، يعني تجي ما شاء الله. نحي لها برك بابي كويسون. هاوليك. اذا كما راكم تشوفوا ناجحه 100%. هاي ليك. نقلبها برك. بسم الله. اذا هاي ليك الجينواز تاعي امامكم. شوفوا اذا نجحها. هاي ليك يعني جات ما شاء الله كما راكم تشوفوا.
ما تحرقتليش كما راكم تشوفوا 30 دقيقه فقط. اذا هنا طلعت لي برك شويه، وانا كي طابت عاود حبتها هكذا شويه بيدي كما راكم تشوفوا ناجحه 100%. لا جينواز تاعي بدون خميره. هنا برك كنت ما ضفتش لافاني، نسيتها. انا ما عنديش في الدار سي بور سا ما ضفتهاش، مي نتوما ضيفوا لافاني، انا نسيتها هكذا. اذا كما راكم تشوفوني نحبط فيها وهي تعاود تطلع. هذا السر من اسرار نجاح لا جينواز كما راكم تشوفوا. اذا هذه بالنسبه لا جينواز تاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. كما قلت لكم زيدوا لها لافاني في الخليط كي تحطوا السكر والبيض، وتابعوا كامل الخطوات، اكيد راح تنجحوا فيها. اذا عطيت لكم اسرار نجاحها من الف الى الياء كما راكم تشوفوا. وهنايا باش نخدمها، باش تخدموها، باش تزينوها وكامل، لازم تخلوها حتى تبرد مليح، حوالي 4 سوايع. مهم حتى تبرد مليح هكا باش كي تقسموها ما تنشق لكمش. وراح نوريكم ان شاء الله في الفيديو القادم كيفاش زينتها. هذه بالمناسبه كحكه عيد الميلاد راح نديرها. اذا ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تبعتوا كامل المراحل وكامل الخطوات هكذا باش تنجحوا كامل فيها. اذا انا عطيت لكم اسرار نجاحها، وان شاء الله تنجحوا فيها، ونقول لكم تهلاو في روحتكم ومع السلامه.